في وقتنا الحالي التليفون بقى حاجة مهمة جدا في حياتنا، لدرجة إن إحنا بقينا بنتعامل معاه مش على إن هو وسيلة بتقربنا من اللي حوالينا، ولا حتى إنه صديق مقرب لينا، لأ ده إحنا بقينا بنتعامل معاه على إن هو عيل من عيالنا. لا ومش بس كده، ده أنت ما تنامش ولا يرتاح لك بال إلا لما يكون جنبك على المخدة. طب ما سألتش نفسك يا صاحبي الخبير، هو إحنا ليه بنعمل كده؟ طب ما تيجي نشوف. ولأن مدينة الخبراء مش أي مكان، فاحنا بنقدم لك الدراسة اللي عملتها شبكة ABC الأمريكية، واللي بتقول إن أكتر من 44% من الناس بيناموا جنب تليفوناتهم. وأكد عدد كبير جدا من الأطباء والخبراء واللي منهم مدينة الخبراء اللي هو احنا يعني على خطورة العادة دي على الصحة. في خبر شهير جدا كل امهاتنا بعتته لينا، اللي هو شاهد انفجار هاتف محمول تحت المخدة. خليني اقول لك يا صاحبي الخبير ان ست الكل طلع عندها حق فعلا، لان ده اللي حصل بالظبط لبنت امريكيه في ولايه تكساس لما قررت ان هي تستبدل بطاريه الهاتف الاصليه بتاعتها ببطاريه تانية. ومش بس كده، دي كمان كانت حاطه ما بين الملايه والمخده، وده اللي ادى ان درجه حراره التليفون عليت جدا، وبالتالي حصل الحريق. أوقات كتير بنكون هنموت وننام، وأول ما نمسك التليفون فجأة النوم يطير. طب ما سألتش نفسك هو إيه اللي بيحصل؟ خليني أنا أقولك إيه اللي بيحصل. التليفون وأجهزة التلفزيون وغيرها من الأجهزة اللي بتشتغل بشاشات ال LED بيصدر عنها موجات وصفتها الدراسات باللون الأزرق، ودي اللي بتكون سبب في منع إنتاج هرمون تحفيز النوم. عشان كده أوقات كتير بتبقى عايز تنام، وأول ما تمسك التليفون فجأة النوم يطير، وده عشان التشابه الموجود بين تأثير اللون الأزرق مع الموجات المنبعثة من ضوء النهار، وده اللي بتخلي أجسامنا تشتغل وكأنها في النهار. عشان كده دايما بينصح بإطفاء أي أجهزة إلكترونية في البيت قبل ميعاد النوم بساعتين، وده عشان تهيئ جسمك للنوم. والأفضل بقى إن أجهزة التليفون والكمبيوتر تبقى في أوضة تانية أصلا. على الرغم من إن مفيش دليل علمي بيثبت إن استخدام الموبايل بيسبب السرطان، إلا إن الموبايل بيصدر عنه جرعات صغيرة جدا من الأشعة السينية والموجات الدقيقة اللي ممكن تؤدي لنمو الأورام. عشان كده حذرت منظمة الصحة العالمية إن الهواتف ممكن تكون مسرطنة للبشر وخصوصا الأطفال، وده لأن فروة راسهم بتكون أرق جدا من فروة راس البالغين، عشان كده بيكونوا أكتر عرضة للإشعاع. طب أنت عارف إن إشعارات الفيسبوك والواتساب والإنستجرام بتسبب لك توتر؟ أيوة زي ما بقولك كده، حتى لو عملت تليفونك سايلنت هتفضل برضه متوتر، لأنك بتكون في انتظار رسالة أو مكالمة تجيلك في وقت متأخر. كمان هيجيلك صداع وإرهاق في العين، هتعاني من الصداع أما تتكلم لفترة طويلة مع حد، ولأن وجود الموبايل جنبك لفترة طويلة هيزود رغبتك في عدم الشعور بالوحدة، فبالتالي بقى هتبدأ ترن وتتشات مع أي حد من صحابك، وبالتالي حالة الاسترخاء اللي انت كنت بتحس بيها قبل النوم هتخليك تتكلم أكتر، ومن هنا هيبدأ الصداع والشعور بالإرهاق، وعينيك الجميلة دي مش هيبقى ليها منطق. ده لأن النظر لشاشة التليفون لفترة طويلة بيرهق العين وبيصيبها بالجفاف والاحمرار والزغللة كمان. ندخل بقى في الجد اكتر يا صاحبي الخبير الفرفوش. No God! التليفون بيجيب اكتئاب، ايوه زي ما بقولك كده. في دراسه اجرتها جامعه بايلر الروسيه اللي بتقول ان الاشخاص اللي بيتصفحوا حساباتهم على السوشيال ميديا بيعانوا من تغير حاد في المزاج، وده بيكون نتيجه لمقارنتهم باحوال غيرهم قبل النوم مباشره، وده اللي بيخليهم يحسوا بالاحباط الشديد والاكتئاب. ده غير بقى ان في مرض اسمه النوموفوبيا، وده اللي بيعني الخوف الشديد من غير وجود الهاتف. وعلشان تتجنب المرض ده لازم تقفل تليفونك على الاقل مره واحده في اليوم، مش هتخسر حاجه يعني. وما تخافش يا عم، العالم مش هينتهي وانت مش موجود. وكمان ابعد تليفونك عنك وقت النوم، وده عشان الحياه من غير التليفون مش مستحيله ولا حاجه. هتخلي تليفونك جنبك ولا تاخدها من سكات وتبعد عن تليفونك وقت ما تنام؟ وده عشانك مش عشاني. ومع وصولي لنهاية الفيديو أحب أفكرك ما تنساش اللايك الجميل بتاعنا والمتابعة لو أول مرة تسمعني. مع السلامة.